جوجو كيفك تمام؟ بخير والله الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله. عيني الحمد حبيبتي. لله. كيفك؟ مازن بيجي بيسلم عليك يا ابوي. كيف انت يا ماما كوكي؟ تمام؟ مازن ما بيك رديت لا رديت لي فتحت الميوت كده ما سمعت بس. هاي ما سمعتك. قلت لك يا هلا. اها اهلا. تمام. عداك العيب. يلا شوفي يا جوجو، مزون هسي دي لما جه طلع انا قلت له يا مازن احنا لو قعدنا نرجع لورا جوجو قالت وانت تقولي مازن قال ما في مشكله بتتحلى، والبينك انت ومازن اكبر من اي شيء. خلي الكلام ده كله. انا دي نفسي شفتها في صفحتك انت قبل كم يوم كنت خدت لك فيديو بتقول انه مازن اخوي ومازن مهما يعمل ومهما يقول زولي واخوي وما برضى فيه وانا عافيه لك. الكلام ده انت كاتباه في صفحتك ولا ما كاتباه يا جوجو؟ ايوه فعلا. بس انا ده الدايره. الشيطان يا جوجو بيخش بين الناس، الاخوان اللي انتوا طالعين من بطن واحده الشيطان بيخش بينهم بيتشاكلوا وبيتضاربوا، لكن في النهايه يا اخوانه بيرجعوا. انا هسي بشوف انه الدخل بينكم ومازن شيطان، ده شيطان. الناس يا اخواننا تتميز، الناس يعني تقدر ظروف بعض، الناس يعني تراعي لبعض، ما تستعجل في الرد. اصلا ما تستعجلوا لكم ثاني في رد، ولا تدوا فرصه الناس تشمت فيكم لانه بينكم اكبر من اي شيء، وانا عارفه تماما حقيقه العلاقه اللي بيناتكم. فيا جوجو يعني انا ما قدرت ان تستعجلي في رد زول مهما يحصل، خاصه زول لما يكون زولك وانت بتعزيه وبتغدريه ما تستعجلي ترد لك بكلمه شينه. انت برضه يا مازن ومازن ولدي وكلمتي ما يعني ما بيتجاوزها، انا واثقه فيه تماما وانت برضه بنتي. وانا لو ما صلحت بينكم، وانا اساسا كنت يعني انا دايما اشوفه انا يعني طبيعي شنو لما زول يجيني يعني زعلان ونفسه كده حار ما بحب اناقشه. مازن انت مثلا بتتكلم انا رديت لك، انا بس كنت بسمع ما بحب اناقش الزول الزعلان، ما بحب اناقشه لانه الزول الزعلان انت مهما تحاول تقول له ما حيسمع لك، لانه الغضب ده اقعب منه ماف، الغضب اقعب منه ماف. بخلي الزول لما نهدى بالراحه كده، ده بعد ذاك الناس بدها تتكلم بالراحه بتقبل منك الكلام. فاسي انا يعني ما بامركم وما يامر عليكم عدو ولا ظالم، ولا انت صغيره يا جوجو ولا مازن صغير، لكن يعني انتوا اخوان، انتوا اخوان، وانت وقفتي مع مازن ومازن وقف معاك، والعشره بين الناس، وما بنشمت زول فينا ولا بندي ذاته زول فرصه عشان يضحك علينا نهائي. علاقتنا قويه جدا وعلاقتنا متينه جدا. وانت انا زمان قلت لك يا جوجو انا قبل ما اعرفك شفت مواقفك، شفتك لما خالد ابو رهف كانت خديجه امريكا جات وانت اصريتي تقابلي خديجه وجيتيها جاريه وكانها جاتك انت في بيتك، ودي خليها برا ما بتضحكي ولا الناس كلها شايفاها وعارفه المواقف اللي بيني وبينه. بحترمه جدا وبقدره جدا الاثنين، يعني معزتكم عندي ما شويه. فانا بتمنى انه الاثنين ما يعني ما تناقشوا في، ما ترجعوا لي ورا ما ترجعوا. لا انت قلت يا مازن ولا مازن يقول لك انت قلتي. حتى لو فيكم واحد شايل في خاطره شويه خلوها يوم يومين، خلوها يوم يومين اقعدوا مع بعض تاني تناقشوا. عشان شنو؟ عشان الواحد يشيل في قلب كله، في قلبه كله. انت ما لو في قلبك في حاجه تجاه مازن او مازن في قلبه مازن جبالك، يعني انا حتى لما بتكلم ما حسيت به شويه كده ده متضايق، لكن برضه شنو ما كسر خاطري، جبر بخاطري. وانا عايزاك انت برضه بنفس القدر تقدروا بعض. خلوا اي حاجه كده ده مغطغطه لحد ما الناس يومين كده ده اي غضب في القلب ده بيروح. بعد ذاك بالراحه كده يا مازن يا اخوي انت قلت ولا انت سويت وانا الحاجه دي زعلتني. برضه مازن يا جوجو والله انت انا زعلت منك في واحد اثنين ثلاثه من هنا ولقدام. الاستعجال لا، الاستعجال لا. في حاجه ثانيه، في اصدقاء بيننا مشتركين، في اصدقاء بيننا يا اخواننا مشتركين مثلا بيكون ولا مرات مثلا جوجو عندها علاقه مع فلان الفلاني ده، فلان ده انا بيني وبينه في مشاكل ثقيله، لكن في نفس الوقت جوجو اختي وحبيبتي. انا هنا ما يعني ما مجبوره انه لازم اخسر الناس مع جوجو عشان هي اختي وصاحبتي وانا اخسر معاها الناس اللي هي زعلانه منهم. كل شيء بيدربوا وكله يعني كله علاقه زول بيمسكها بجنبها. مازن ده في الشكل بتاعت هبه وعشا الناس سالوا قال له هتقيف مع منو ولا كان في حاجه زي دي في ضيف، وانا كنت قاعده شفت الكلام ده. قال لهم انا لا بقيف مع ده لا بقيف مع ده.
دي اختي وعندي لها مكانتها، ودي اختي وعندي لها مكانتها، لكن انا محايد ما حاجيف لا حطبل هنا لا حطبل هنا. ودي انا قلتها شنو كضربي مثل بس. الناس بس تقدر علاقتها وتقدر مشاعرها تجاه بعض. دي حاجة مهمة جدا يا اخوان، الناس تقدرها وتراعي لها. وجوجو ما تستعجلي تاني في الكلام، وبرضه انت يا مازن ما تستعجل لو سمحتوا، يعني الله يحفظكم. يلا نسمع من جوجو وتاني نرجع لمزون. طيب ممكن مازن يتكلم عشان انا سايقه، بس باقي لي شويه 6 دقائق. جدا جدا. تفضل يا مازن. اول حاجه عاوزه اقول لك يا ماما كوكي، والله انا بكن لك كل الاحترام والحب، ودلالة على انه امبارح ذكرت حتى في يعني في وسط غضبي ذكرت الحاجه دي صراحه، وبرضه ما بدي منك حاجه، يعني بس انك موجوده يعني في اللايف ويتقال يعني مثلا كلام التحريف بصوره ما كويسه وبصراحه ما حلو، بالاخص حته انه انت فتانه وانت دعامه، دي حاجه كبيره جدا يعني ما المفروض تتقال، يعني ما المفروض تسمحي لشخص يقولها هنا بالاخص في مصر. يعني بحكم العلاقه بينك وبينه انا ممكن اتجوزت العمر. هاي حبيبتي انا اقول لك كلام. مازن هسه قدامك، مازن هسه دي قدامك. انا يعني الزمته، مازن ده مراجل، انا ما بامر عليه، قلت له يا مازن ما تعيد اي كلام، اللي حصل امبارح ده ما تجيب سيرته نهائي. احترم الحته دي وقال جدا. قال جدا، ما احنا لو قعدنا نجي نقول انت قلت يا مازن وانت قلت يا جوجو هسه شكله حتقول طب ما يفضل. وكل زول فيكم حيمشي في طريقه، انا ما دايره كده. انا ما دايره انتوا تكونوا مختلفين. حلو. انا ما الناس جو قالوا لي جوجو دقيقه، انا ما الناس جو قالوا لي جوجو جابت سيرتك وقالت وقالت وقالت، قلت له خلاك تقول انا رضيانه. حاجه اقول لك يا جوجو انت ليه جبتي سيرتي؟ ما تجيبيها، ما زعل، ما دي ما حاجه بتزعلني، ما انت زوله بكتير اختبرك، اللي بيزعلني منك شنو؟ الداير يفهم غلط، اللي يفهم ما غير بيون. فالناس تكون واعيه يا جوجو، الناس تكون واعيه يعني. يلا طيب، عموما انا حاليا انا ما عندي اشكال مع مازن نهائيا، بس وكثير يعني وبلح على الحاجه دي كثير، يعني حتى في تفاصيل كثيره لما حصلت انا بتجاوزها عشان خاطر البيننا صراحه. بس اخر مشكله حصلت او اخر ما في محله، يعني انا هو اداني يعني قال انا قلت رايي وقال لي من حقك تردي عليه، بررت عن نفسي واديته الفكره الصح، ما المفروض تاني تتكرر. حتى لما حصل اشكال الصباح او مثلا انا جيت الصباح لقيته يتكلم، جيت رديت بصوره كويسه جدا عليه حسب الشيء ما بيننا، رغم انه كان في اساءه وفي شويه كان في يعني فلت بالكلام وحاجات كثيره، لكن قلت ما مشكله، انا بقدر ما عندي مشكله، حتى اعتبرته دين. بعد ذاك جينا اتلمينا في لايف واديته فكره انه الكلام اللي بتقوله الفكره اللي خدتيها في راسك غلط، انا ما كده. يعني قصه انه انا اول شيء انا ما عندي انتماء سياسي خالص، الحاجه دي انا بقول انا زولة سلام، حتى لو في مواقف حصلت بسيطه جدا ده ما يوحي انه انا منحازه لجهه معينه، انا ما عندي انتماء سياسي. الشيء الثاني القصص اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت، يعني انا ما عندي فيها يد صراحه، انا عقبتها في رايي عن اي شخص عن اي فنانه، ده من حقي. والمشاكل المشكله الحاصله بين الناس دي من بدري جدا، يعني ما انا السبب، حتى دلاله على انه هو لما وصلك قال لك عشه قالت لي انا ما بعرف جوجو، ما تكلمت معاه، فده دليل كافي على الحاجه دي. واي زول طبعا قادر ياخذ حقه، يعني عشه قادره على روحها، مستحيل انها توقف علي انا. زوله من زمان بمواقفها، يعني زوله عندها بتعرف تحل بهيبتها، بتعرف تحل مشاكلها، ما بالضروره انا. فبقى انا رديت على الحاجه دي، المفروض الموضوع يتقفل. بالنسبه لاي حاجه ثانيه انا ما في زول محرشني، وانا عمري ما اخذت اي شيء. مع احترامي لك يا ماما كوكي، ماما كوكي مع احترامي لك، انت لما خشيتي لي قلت لي في صلح يا مازن وتعال اسمع الحاصل شنو، لكن كونه هي جايه مثلا تبرر لها حاجه اصلا انا بدرايه عنها وانا اقرب الاقربين لها، انا ما بسمح بالحاجه دي. واساسا انا لا دار اصالحك ولا اساعي لك صلح، لانه لو دار اصالحك ولا اخذت فيك خير بعد اللي انا شفته منك ما كان حذرتك. واحترمي نفسك وامني مركزك وفتانه وجنجويتيا.
وخسيسه غصبا وقلبك عنك ما اسود فتانه وما وما جنجوية، جنوبيه. غصبا عنك ما حتقدر تعمل. فتانه وما جنوبيه وما عندك علاقه بالجنوبيين وما بتمثل الجنوبيين. وشيل اسم الجنوب من جنوبية. شيل اسم الجنوبيين